ياه، لو كنت جميلة كان زمان كل سكان المملكة بيحبوني، وكنت لقيت الأمير اللي بحلم بيه طول عمري. ايه ده يا أميرة؟ انتي قاعدة هنا بتعملي ايه؟ هو انا مش قلتلك ان احنا عندنا عادات ملكية لازم نعملها؟ ليه ما قمتيش قابلتي الأمير؟ انت عارفة يا ماما ان انا ما بحبش اقابل امراء، لان كلهم بيفضلوا يتريقوا عليا. مش مشكلة يا حبيبتي، ممكن نصيبك يكون مع واحد منهم. حاضر يا ماما. يا ليو، انا كنت متأكدة ان هم هيتريقوا عليا، علشان كده ما كنتش عايزة اقابله. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله هتتعوض، مش شرط ده يكون الأمير الوحيد. بس انت عارف يا بابا ان انا مش عايزة اتجوز امراء علشان كده. يا ليو يا ليو، تعالى هنا. ليو، بقولك ما تروحش بعيد. ليو استنى. ايه ده؟ انت الكلب بتاعك اسمه ليو؟ ايوه، ايه الصدفة الجميلة دي؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي مروان. وانا اسمي اميرة. باين عليكي انك اميرة، انت اميرة المملكة مش كده؟ ايوه ايوه، انا اميرة المملكة. ايه ده؟ انا عمري ما توقعت في يوم اني ممكن اقابل الاميرة ذات نفسها واديك قابلتها. بس يا خسارة، دي حاجة مش مخلياني حلوة. كل الناس بتتريق عليا. ليه بس؟ انت جميلة جدا. ايه ده؟ انا اول مرة اسمع في حياتي حد بيقول انت جميلة. ايه ده؟ أميرة، انتي خرجتي برا القصر ومن غير إذني؟ ازاي؟ ايوه يا ماما، انا كنت عايزة اطلع بس اشم هوا. ومين قالك تطلعي تشم الهوا؟ انتي ما استأذنتيش مني حتى، ولا عرفتي حد من الحراس. انا اسفة يا ماما. يلا بسرعة على القصر قدامي. مش عايزة اشوفك بتمشي مع بنتي تاني، انت فاهم؟ مش عايزة اشوفك مع بنتي تاني. سلام. يلا يا ليو، انتي معاقبة عقاب شديد ومش هتطلعي من اوضتك طول اليوم، فاهمة ولا مش فاهمة؟ بس يا ماما. مفيش بس، انا قلت كلمتي وده اللي عندي. حاضر. يا ربي، ليه بيحصل معايا كده؟ حتى البني ادم الوحيد اللي كان املي فيه ماما ضيعته في ثانية. انا عايزة اشوفه تاني يا ليو، انا لازم اشوفه. يلا يا ليو بسرعة، لازم نهرب من القصر ده. ما تعملش صوت خالص. ايه ده يا ليو؟ انا حاسة ان انا تهت. انتي رايحة فين يا بنتي؟ يا ماما، انت عايز مني ايه؟ عايز تعمل فيا ايه؟ ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، انا مش هأذيكي. انت عارف انا مين؟ انت عارف انا مين؟ انا الاميرة. ايوه يا بنتي، انا واخد بالي اسمه الأميرة، انا بس عايزة اساعدك. طيب انا حاسة ان انا تايهة، اروح فين؟ تعالي يا بنتي، انا هرجعك القصر. لا، انا مش عايزة ارجع القصر ده. لا، ارجوك وديني في مكان تاني. انتي هربانة ولا ايه اسمه الأميرة؟ ايوه، انا هربانة. هربانة من ايه؟ من ماما وبابا. ليه؟ بصراحة هم مش عايزين نقابل الانسان اللي انا حبيته. خلاص يا سمو الأميرة، انا هاخدك تقعدي معايا في البيت. بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ ايوه، انا هاخدك تقعدي معايا في البيت لحد ما هما يجيلنا اي خبر ان هما عايزينك ترجعي القصر. انا بجد مش عارفة اشكرك قد ايه. يلا يا بنتي تعالي هوريكي البيت. انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي. ما تشكرنيش يا سمو الأميرة. ايه ده؟ مروان؟ هو ده ابن حضرتك؟ ايوه ده مروان ابني. انت ايه اللي جابك هنا؟ في ايه يا جماعة؟ انتوا تعرفوا بعض منين؟ انت عارف سمو الأميرة يا مروان؟ ايوه يا بابا عارفها. هو ده البني ادم اللي انا حبيته وكنت بحكي لك عنه. استنوا يا جماعة، انا مش فاهم حاجة، انت تعرفها منين يا مروان؟ كان الكلب بتاعها ضايع وهرب منها، فكمان الكلب بتاعي جري مني، فروحت اجيبه لقيتها واقفة فتعرفنا على بعض. بعد كده مامتها جيت واشتمتني، وهي بقى من ساعتها معرفش هي فين. بقالكم كام يوم على الموضوع ده؟ الموضوع ده من 5 ايام يا بابا. يا ابني، انتوا بجد بتحبوا بعض؟ انا بحبه. وانت يا مروان؟ انا بحبهاش يا بابا. ايه؟ ازاي كده؟ في حد يكره سمو الأميرة؟ انا يا بابا. ليه يا مروان؟ كرهتها بسبب تعنيف مامتها ليا. انا في الاول حبيتها واعتبرتها اختي او صديقتي، بس بعد كده يا ريت مامتها ما اتدخلت اصلا. انا مش عارف الراديو ده مش بيشتغل ليه. حاول يا ابني تاني. حاول يا ابني. خبر عاجل، تم الإعلان اليوم عن وفاة ملك مملكة الشرق. ايه ده؟ في ايه؟ مش عارف يا بنتي،
في ايه يا ابني؟ ما تشوف لنا كده. مش عارف، الراديو فجأة اشتغل وجه عليه الخبر ده. ازاي يا ابني مش عارف في ايه؟ لازم نعرف في ايه. يلا يا سمو الأميرة. ازاي بابا مات؟ هو ايه اللي حصل عشان يموت؟ مش أنا عارف لازم مش أعرف. عارف. تعالي بسرعة تعالي بسرعة، هنروح المملكة دلوقتي. يا ماما في ايه؟ باباكي مات بسببك يا أميرة، انت السبب، انت اللي جبتي له الصدمة العصبية بسبب هروبك من القصر. منك لله انا مش عارفة اسامحك. ازاي يا ماما؟ طيب كنت قولي لي، كنت اعملي اي حاجة. ازاي بابا مات؟ انا مش عارفة اقولك ايه بجد، انا بكرهك. انا عايزة اشوفه دلوقتي، وريهولي. انا مش عارفة اسامحك، انت السبب في أيوه. موت باباكي، انت السبب، انا بكرهك. ما تقوليش كده يا ماما، ارجوك يا بابا قوم، انا عايزة اشوفك تاني، ارجوك قوم. انت مفيش فيك حاجة صح؟ ارجوك قوم واسمعني، انت بتضحك عليا. مش معقول يا بابا، ما تسيبنيش لوحدي، ارجوك قوم. انت اللي كنت ليا في الدنيا، انا ما عادش ليا حد بعدك، ارجوك قوم. بس يا بنتي ما تعيطيش وما تزعليش نفسك، ان شاء الله هو هيتعوض بحاجة احسن من الدنيا وهيدخل الجنة باذن الله، لانه كان ملك عادل. بجد ما تزعليش، ان شاء الله هيدخل الجنة، ادعيله بس. انا مش قادرة انسى ان انا السبب، بجد مش قادرة، ومش قادرة اسامح نفسي علشان انا اللي عملت فيه كده. بس كده، دي كانت قصة أميرة. اتعلمنا من القصة دي ان احنا نسمع كلام بابانا ومامتنا وما نضايقهمش ابدا، ولازم نبر بيهم، لان رضا الاهل برضا الرب. بس كده، بحبكم جدا، ما تنسوش تحطوا لايك والسبسكرايب والكومنت وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم. بس كده، باي.